لقيت خطيبي راح جايب طبق البسبوسة قدامه، طبق ما شاء الله كبير كده ومليان قشطة. فأنا فضلت قاعدة كده ببص له، فقال لي إيه ده؟ لأ مدي إيدك بقى معايا. قلت له ماشي، أنا ماليش قوي في الحلويات يعني. فالمهم إيه، يا دوب خدت قطعة كده وسبت القشطة من عليها. وهو انا قاعده بقى بتفرج عليه، دوبك كلتها وقاعده ايه ساكته كده، هو ما حطش في طبق ولا اي حاجه خالص، هو اكل منه. قال لي ملهاش لازمه وبتاع، احنا هناكل ايه مع بعض كده من الطبق الكبير اللي هو جايبه وهو جاي اساسا. فالمهم لقيته قاعد بياكل 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 لحد الله اكبر يعني ما خلص نص الصينيه. فقال لي ايه ده؟ انت سايباني اكل لوحدي؟ ازاي ما بتاكليش معايا؟ فبصيت له كده قلت له لا، ما هو انا هي دي بس، خلاص كده كفايه. انا ماليش اصلا في الحلويات. وبعدين ايه، خضني بقى بطريقه الكلام. لا 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 لا، بصي بقى من هنا ورايح، انت شايفه انا ما شاء الله ازاي، وعندي قوه ونشاط وحيويه وبحرق كتير، فانا احب اللي يقعد معايا ياكل بقى زيي. فبصيت له كده قلت له لا، انت ما شاء الله يعني رياضي بقى او بتحرق، هو ما شاء الله ايه يعني طول بعرض، وما بيبانش عليه الاكل اللي هو بياكله ده خالص. ماشي. فقال لي لا، انا احب كده الست اللي هتعاشرني وهتتجوزني تبقى صحتها كويسه وقويه وبتاع زيي، واديها بقى معايا كده ايه وافتحيها، وبعدين من الاخر لازم تفتحي نفسي، لكن ايه الفتفوته اللي انت كلتيها دي؟ فبصيت له كده قلت له هو انت المفروض يعني انت هتاكل نص الصينيه وانا اكل النص التاني، ولا انت عايز ايه بالظبط؟ قال لي ايوه كلي كلي بس معايا، كلي معايا. وده يعني شغال بقى، وهو ما شاء الله باين عليه صحته وبتاع، بس انا حاسه ان هو بيتكلم ايه يعني من نقطه معينه او من حاجه تانية في دماغه مش عايز يوضحها وتبقى ايه صريحه قوي. بس فايه ما رضيتش بقى احسسه ان انا فاهمه مثلا قصده او غرضه ان هو عايز واحده قويه علشان هو قوي، علشان العلاقه الزوجيه والكلام ده. المهم ايه، قعدت كلت على قد ما قدرت معاه، بس مش قادره، انا كده كده ماليش في الحلويات، وهاكل نص صينيه بسبوسه فيها بتاع 2 كيلو، انا هاكل لي مثلا كيلو لوحدي ولا حاجه. وده شغال ايه حاططك بتك يعني بتتك لحد ما اخلصها. فخلص بقى وبتاع. طب يا حبيبتي بقى، الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله، احنا كان الكلام ده الخميس، الاسبوع اللي جاي بقى ان شاء الله هجيلك ولا هتيجي نخرج ولا مش عارفه ايه. وقعدنا ايه، انا بقى نسيت الاكل والشرب والحوارات دي وبتاع. فماما خرجت بقى على الصوت بقى وهو ماشي هيسلم وكده. فماما قالت له لا يا حبيبي تعالى بقى، احنا هنعمل غدا هنا في البيت وبتاع، تعالوا اتغدوا هنا، بلاش بقى خروجات وتصرفوا مصاريف بره ومش عارفه ايه. فلا لا لا يا طنط، لا ازاي، من حقنا زي ما بنقعد هنا مره في البيت نخرج، واحنا المره دي قعدنا هنا في البيت، المره الجايه بقى نخرج ونتغدى بره. فماما قالت له لا يا حبيبي بس تعالوا انا هعمل لكم شويه اكل ومش عارفه ايه. المهم جه الاسبوع اللي بعده بعضلاته بسلطاته بابا غنوجه. جه الاسبوع اللي بعده فماما قالت لي احنا 4 افراد، يعني انا وماما وبابا وخطيبي. قالت لي نعمل بطايه واحده، شكلها مش حلو ان احنا ايه نقطع رباع، فانا هعمل 2. قلت لها طب يا ماما تمام ماشي حلو. المهم ماما عملت ايه، عملت البطتين ورقاق بقى وملوخيه وباميه باللحمه الضاني وحركات كتير قوي. فماما بقى وزعت البطايه الاولانيه وخلت البطايه التانية ايه محطوطه كده، يعني ما كانتش هي لسه اللي هو ايه هتشوف هتقطعها ولا هنستكفى باللي قطعته لنا، ودي هتتشال زي ما هي كده بما ان في لحمه وكفته كمان. المهم ده خلص بقى ايه الربع بتاعه، وايه يا جماعه هي البطايه دي يتيمه ولا ايه مش هناكلها؟ وراح ايه فاتحها وراح قاعد هو ياكل. ما هو مش غريب، هو كريم جدا يعني كريم جدا، ما بيخشش عليا غير وبايده مليانه وفيها حاجات، يعني بيجيب لي حاجات كتيره جدا. فماما قالت ايه عادي طبيعي، يعني ايه المشكله ما ياكلها، ما انا كده كده عاملاها. وسكت. انا بقى استغربت كده قلت
وبعدين بقى في الطاقة والباور اللي عنده اللي بيطلع، وبعدين كمية الأكل اللي بياكلها دي كلها ولا باينة عليه أي حاجة خالص. برضه قعد، هو انتي مش هتاكلي معرفش غير دول بس لازم تاكلي، وعمال يغرف يغرف، وانا كنت خلاص هموت ومش قادرة، وبحاول اسايسه اللي هو ايه، لا لازم تفتحي نفسي، فبعمل ان انا ايه، بحط على طرف المعلقة علشان ايه يبان ان انا باكل كتير ورا بعض ورا بعض ورا بعض. المهم عدينا فترة الخطوبة على النمط ده، وقال لي في الاخر بقى خالص، قال لي لا 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 خلاص مفيش مشكلة، فيما بعد بقى انت هتتعودي وهتبقي قاعدة معايا وهتشوفيني وانا باكل ازاي وبشرب ازاي، والطاقة والباور اللي عندي هيدوكي انت دافعة علشان تقدري تسايسيني وتمشي امورك معايا. فقلت يا بنت ايه، هو اللي بياكل والخير هو اللي بيجيبه وهو اللي بيصرف، انا زعلانة ليه؟ انا مش ما فيش، كل واحد حر. طلع وبعدين مش باين عليه بيحرق فعلا بسرعة وكتير قوي. فقلت خلاص بقى ايه، مفيش مشكلة، واتجوزنا. وطبعا بقى ما شاء الله ايه هو كده، فكنت كل الناس بقى بتحسدني عليه، وانا جنبيه يعني انا برضو مش هبقى طول بعرض قوي كده، 65 كيلو 67 كيلو في الرينج ده. المهم اتجوزنا، وبعد الجواز ده بقى قاعد يرجع يوم ويوم لأ بحلويات أشكاله، تقريبا فلوسه كلها ضايعة في الأكل. ليه بقى؟ عشان البيع عنده باور وعنده طاقة وبيحرق وسرعته 600 حصان وبتاع. المهم بيرجع برضو بالحلويات دي، ولازم يحلف 100 يمين ان انا لازم اقعد اكل معاه. انا ما انكرش ان انا طبيعه الهرمونات بتاعتي اتغيرت الى حد ما نسبيا بعد ما اتجوزته، يعني بعد ما اتجوزت، بس اللي هو زدت ايه حوالي 5-6 كيلو، فلسه في الحلو، في المزة يعني، في اللطيفة. المهم بقالنا لحد دلوقتي 1.5 سنة متجوزين. هو الحمد لله، يعني مش هقول الحمد لله، هو لحد دلوقتي ما حصلش لسه نصيب في الخلفة، ومش عشان سبب معين ولا حاجة، بس يعني إرادة ربنا. تخنت بقى من 67 كيلو ولا من 65 كيلو، وصلت 110 كيلو في 1.5 سنة. طبعا البيع عودني خلاص على السيستم بتاع الأكل ده كله، وفطار غدا عشاء، انا كنتش عمري اتعشى، لا لازم يرجع بالليل من الخروجه بيرجع بقى من الشغل يروح الجيم يقابل صحابه، لو قاعد في البيت ايا كان الوضع ايه، فطار غدا عشاء وحلو بما بينهما، وعصاير وسكريات ونشويات وكوليسترول وي وي وي. طب انت بتحرق جسمك ما بيبانش عليه، بتروح الجيم ايا كان مهما كان راجل. فضل يجبرني بقى طول الفترة دي كلها، فترة الجواز دي فضل يجبرني ان انا لازم اكل معاه وافتح نفسه والحكاية والرواية وبتاع، لحد ما وصلت للوزن ده. دلوقتي بقى بعد خلاص هو عودني على كل الكلام ده، دلوقتي بقى عايزني ابطل بعد ما انا خلاص فتحت على الرابع او السابع مثلا، مش الرابع كمان، وخلاص مش قادرة اقفل او مش قادرة ارجع زي ما كنت الاول، مش عارفة بقى خلاص، معدتي كانت كده هو خلاها لي كده، عايزني ارجعها كده تاني علشان شكلي دلوقتي ما بقاش عاجبه. طب انت بعد ما عودتني وانت اللي عمال تقول لي ولازم تطوعيني ولازم عشان مش عارفه ايه وبلا بلا 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 كتير قوي كده، دلوقتي لا متخانق معايا وبينام في اوضه تانية ولازم تشوفي لك حل، منظرك بقى وحش جدا ومش هينفع المنظر ده خالص. طب تعالى نعمل عمليه تكميم معده مثلا ولا حاجه، زي ما تخنتي كده خسيهم تاني وخليكي كده في النص كده، يعني زي ما كنتي في اول الجواز. اتخانقت طبعا معاه كتير، ما انت السبب في اللي انا فيه، قلت لك من الاول انا ما بحبش مثلا الحلويات والسكريات، كنت بتجبرني لا اقعدي جنبي وافتحي نفسي وانا طاقتي وانا باوري وانا
وعملت لي فيلم هندي قد كده. دلوقتي بقى راجع تقول لي يا ريت اللي جرى مكانه ولازم تخسي ومخاصمني وغضبان مني وبتشتكيني لاهلي والحكايه والروايه. طيب انا مش بشتكي ان انا مش انا حاولت طبعا ان انا اخس وكل حاجه، بس انا فعلا مش عارفه لان خلاص اتسستمت وبقى عندي شراهه للاكل وللحلويات بطريقه رهيبه فظيع. ما كنتش كده اصلا، وحرفيا انا بقيت بتكسف فعلا من بعد ما اتجوز يعني بعد ما اتجوزت وبقيت بتكسف انزل. انا بقيت 3، كنت واحدة بقيت 3 على ايده بسببه. ودلوقتي انت السبب جاي معترض وتقولي خلاص هتجوز عليكي وانا مقتدر ماديا وهعمل وهسوي. فدلوقتي بقى انا مش عارفة اتصرف معاها ازاي. طب طالما انت كنت عايز كده من الاول، ليه دلوقتي رجعت في كلامك وبعد يعني انت السبب في المصيبة اللي انا فيها دي؟ ايه بقى مشكلتك دلوقتي؟ انا مش فاهمة. ده انا اتصرف معاه ازاي، خصوصا ان هو يعني سابني في اوضة وهو راح اوضة تانية، واللي هو مصمم ان هتجوز عليكي هتجوز عليكي. طب كان ليه بقى يعني تفكيره ومخه كان واصل لفين، او ليه عمل كده؟ انا مش فاهمة. انا مش عارفة. فده اتصرف معاه ازاي؟ تتصرفي ازاي؟ انت هتتصرفي علشان صحتك ونفسك قبل اي حد، مش عشان حد. يعني الحلوة او اللي عايز نفسه حلو بيبقى حلو علشان هو عايز يبقى حلو، عشان لما ابص لنفسي في المراية الاقي نفسي حلوة، ابقى نفسي شكلي عاجبني قدام نفسي، ابقى راضية عن نفسي، ابقى صحتي كويسة. فانتي هتخسي بس مش عشانه، خلينا متفقين، علشان نفسك وعلشان صحتك. ولازم يبقى عندك قوة إرادة. لازم اللي عودك على حاجة هتقدري ترجعي لها تاني. انت طول ما انت يعني من جواكي عندك إرادة قوية. وبعدين ايه مشكلتك ما بتروحيش جيم ليه؟ طالما هو رياضي اصلا وبيحرق وبيروح جيمات وبتاع، ما تروحي انت كمان جيم. وبعدين وزنك اللي هو ما افورتيش قوي ان انت تلجئي العمليه. يعني انت لو خسيتي لك 20 30 20 كيلو او 30 كيلو مثلا، لو انت طويله وصلتي لل 80 مثلا هتبقي كويسه جدا لو طويله. لكن ان انت تعملي ايه علشان ترضيه هو؟ لا، ارضي نفسك الاول. هو بقى عمل كده ليه او هو وصلك للي انت فيه ده ليه؟ هو الله اعلم بقى كانت دماغه فيها ايه، او كان فاكر مثلا ان انت هتحرقي زيه او مش هتتخني زيه، او ان ده هيديكي باور فتسعديه وتبسطيه لما يطلبك مثلا في العلاقه الزوجيه، اللي هو ما تبقيش مهمده ما تبقيش تعبانه. في رجاله للاسف بيبقى تفكيرها كده، اللي هو لا اتغذي وكلي كويس وبتاع علشان تسدي معايا. في رجاله تفكيرها كده، بس ده واضح 90% يعني ان هو كان تفكيره كده. بس لقاكي ضربتي وتخنتي ما حرقتيش، فراجع بقى يعيط دلوقتي. فانتي تخسي علشان خاطر صحتك الاول ونفسك تاني حاجه، وما تتكسفيش من اي حد. يعني انت بتقولي كان ما شاء الله كان وزنك مثالي، فدلوقتي انت بقيتي مكسوفه توري الناس شكلك. طب ليه؟ دي حاجة في ايدك ان انت تعمليها طالما عندك قوة ارادة. هتعملي دايت، هتمشي على نظام غذائي، هتنزلي الجيم، تنزلي تتمشي، تتحركي كتير، كل حاجة. يعني دلوقتي سهل، الموضوع سهل جدا، مش صعب خالص. وهو بقى ربنا يهديه ويصلح حاله لما يلاقيكي يعني رجعتي مزة تانية كده. هو هيجيلك زاحف على ركبه لوحده. انا معرفش بصراحة يعني الناس اللي بتحاول تغير وبعد كده ترجع تندم. انا مش فاهمه. ما علينا، عشان مطولش عليكم الحلقه اكتر من كده. خلصت حلقه النهارده، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. اللي عنده اي مشكله وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابه عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبه. باي باي.